والله وكبرت يا اهلي وبقيت بتنسحب زي الرجاله وبقيت بتقول حاجه وبتنفذها. اخيرا اخيرا يا جدع، انت عمال تروح بالانسحاب، ولا هتنسحب ولا هتعمل. انا عارف ان انت بس بق بتضرب طلقه في الهواء. كله جرى انا جامد، كله ما جراش لا ما ينفعش. احنا لازم يعني الماتش اللي جاي طبعا ماتش بيراميدز، حكام اجانب لان بيراميدز اللي طالب. هتطلع تقول ايه؟ لا الماتش اللي جاي اجانب زي ما انا طلبت فانا هروح خلاص. طب الماتش اللي بعد منها ايه؟ مفيش اجانب، هتروح ولا مش هتروح؟ ما نعرفش بقى. بس بصراحه الله يبارك لكم. بص انا يعني بامانه انا ما كنتش متخيل الهديه دي تيجي منكم. يعني انت بصراحه الدوري كان رايح خالص مني وكانت الدنيا بايظه والدنيا في السمنله خالص وداخل كونفدراليه السنه الجايه عافيه والدنيا مترشمه معايا خالص. انت عملت معايا واجب، انت رجعت لي المنافسه على دوري الابطال. سيبك من المركز الاول زي ما فهمتك، اول ما هتقرب المركز الاول هتتكهرب. فسيبك من المركز الاول، خلينا نرمي الاهلي تحت ونطلع احنا تاني نخش دوري ابطال افريقيا. معلش بقى سؤال لكل واحد اهلاوي، هو انت عاوز تلعب البطوله على مزاجك؟ يعني انت عاوز تلعب براحتك بتحكيم اجانب براحتك في الوقت اللي انت عايزه؟ يا جماعه ما مش كوره ده يا جماعه. يعني انت كمشجع اهلاوي كده بكلمك بصراحه، انت زي اخويا يعني في ايام مفترجه. انت كمشجع اهلاوي مش لازم يبقى فيه منافسه؟ مش لازم يبقى فيه يعني فريق بيكسب وفريق بيخسر وفي حكام اجانب وفي خطا تحكيم؟ في حاجات كتير جدا لازم تكون موجود. وانت يعني كل حاجه على دماغك؟ يعني هيبان برضو الفتره اللي جايه دي النادي الاهلي هيطبق عليه العقوبه ولا لا. لان لو ما اتطبقتش يبقى ده بتبي مش دوري. اللي بيحطك عليه ده بتبي دوري، دي بتبي الدوري، ده بتبي بتاع الدوري. لكن لو الاهلي اتطبق عليه العقوبات زي اي فريق عادي جدا والدنيا حلوه، وانا عارف ان الاهلي هيتطبق عليه العقوبات والدنيا هتمشي والحياه هتبقى حلوه ولا هينسحب ولا حاجه. لان هو قال قبل كده هنسحب لو تفتكروا، قال لك الدور اللي جاي كله مش هلعبه ولعبه برضه. النادي الاهلي اهم حاجه عنده البطوله، لازم يبقى بينافس على بطوله. ده الاعلان وتسويق وحاجات كتير جدا مش عايزين نخوض فيها يعني. بس احنا مركز تاني، بيراميدز هياخد الدوري. اما انت زملكاوي يا باشا لازم تقول اسمع مني بس عشان نرتاح، بس نريح بعض شويه. بيراميدز مش هيحل الدوري، بيراميدز فريق جامد ولازم ياخد الدوري السنه دي. سيبك بقى من شويه تفاصيل في الديتيلز. عندي ليك سؤال مهم جدا، ليه الاهلي دي فزوره لازم تحلها وتكتب لي في الكومنتات، ليه الاهلي بعد ماتش الزمالك راح باللبن؟ اكتب الاجابه في الكومنتات. سلام.